كشف مصدر محلي تفاصيلا جديدة بشأن جريمة القتل التي أقدمت على ارتكابها الممثلة والناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي سمية العاضي بحق امرأة وجنينها في حي شملان بالعاصمة صنعاء. وقال المصدر أن سمية العاضي نشرت فيديو في قناتها هاجمت فيه عاقل الحارة التي تسكن فيها بحي شملان وتطاولت على عرضه. وأشار المصدر إلى أنه تم نقل جثمان الضحية لثلاجة أحد المستشفيات القريبة في حين جرى اعتقال الفنانة سمية العاضي ودعاها السجن وباشرت التحقيقات معها. وقد أعلنت الممثلة سمية العاضي منذ أيام بأن عاقل حارتهم بدأ يفتعل مشاكل معها ويتمادى في إهانتها، وقد قامت بإنشاء فيديوهات توضح بعضا مما يحدث لها والأمن لم يتحرك. لو مثلا سمية العاضي ذهبت إلى بيت العاقل دون اعتداء سيكون ملامة عليها، ولكن ما حدث أن زوجة العاقل هي من جاءت وهي تهين وتحتقر سمية العاضي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.